أهلا بيكم. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلوا على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا الجديدة. بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. من 65 مليون سنة كانت كل أنواع الحيوانات موجودة على الأرض، وكان موجود أسماك النحاش الشرسة جدا ولكنها بتخاف وبتهرب لما بيقرب منهم ديناصور التيركس، وبتموت أسماك النحاش في المية، والتيركس قدر يمسك واحدة منهم، ولكن فجأة بتظهر سمكة القرش العملاقة ميجلادون وبتاكل الديناصور. وفي الوقت الحاضر جونس كان في مهمة جديدة وبيستخدم شوية أدوات علشان يصنع متفجرات ويعمل فتحة في الحيطة، وبيكون هو على سفينة كبيرة مليانة حاويات في بحر الفلبين، وبيتسلل جوه وبيكتشف إن العمال بيرموا مواد كيميائية في المية، فبيصور العمال وهم بيعملوا كده، وبيخش المكتب بعدها علشان يصور السجلات والأوراق. بس في بغبغان بيفضح جونس وبيصرخ وبيطلب المساعدة، فبيجي شوية رجالة علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل، وجونس على الفور بيضربهم كلهم، ورمى الباقي على السلم وطلع يهرب، وكان بيضرب أي شخص بيقف في سكته، وفي الآخر بيلاقي نفسه محاصر ولكنه مش بيتردد وبيقاتلهم كلهم، وبيرمي عليهم البراميل وبيطلع يجري للدور اللي فوق، وبيجري ناحية الحافة والرجالة بيتلموا حواليه. فجونس بينط في المحيط، وبيظهر صحاب جونس ماك وريجس على طيارة وبيعدوا من فوق المية وبينقذوا جونس. وبنروح بعدها المعهد في الصين وبنشوف هيلاري وجيومينج وهم بيجربوا أحدث اختراعاتهم، وكانت بدلة بتدي اللي لابسها قوة خارقة، وجيومينج بالبدلة دي قدر يكسر صخرتين كبار، وبكده تبقى البدلة بتاعتهم جاهزة للرحلة الاستكشافية للخندق في المحيط. وبتظهر بنت أخت جيومينج اللي اسمها ميلينج وبتفكرهم إنهم يكونوا جاهزين للحفلة بتاعت بالليل. وفعلا بالليل المعهد بيعمل حفلة كبيرة وجونس بيكون موجود، وجيومين بيطلع على المسرح وبيكشف على حيوان المعهد الأليف الموجود في حمام السباحة اللي وراه، وبيكون الحيوان ده هو أنثى الميجلودون ومسميينها هايكي، وهايكي اتقبض عليها لما كانت صغيرة. وفريق المعهد الصيني اتعلموا حاجات كتيرة من هايكي وبنوا غواصات تقدر تاخد الفريق لأعماق المحيط، وتحديدا الخندق اللي عايش فيه أسماك الميجلودون اللي زي هايكي. وبكرة هنعمل رحلة استكشافية لهناك. وتاني يوم مينينج بتطلب من جونس إنها تيجي معاهم في الرحلة الاستكشافية في المحيط، بس هو بيقول لها الموضوع خطر جدا عليكي علشان لسه صغيرة. وبتخش عليهم ريجس اللي بتقول لهم إن جيومينج دخل مسبح هايكي، والتلاتة بيروحوا عند الشباك، وجونس بيقول لجيومينج بلاش اللي انت بتعمله، انت كده في خطر. بس جيومينج بيقول محدش يقلق، الموضوع كله تحت السيطرة، وبيطلع صوت نبض من جهاز بيلفت انتباه هايكي، وهي بتظهر وبتبدأ تقرب منه بالراحة، وبعدها بتسيبه وبتمشي. ولكن هايكي بعدها بتيجي بسرعة ناحية جيومينج، وجيومينج فجأة بيختفي من المية، والكل بيفتكر إن هايكي كلت جيومينج، ولكنه بيظهر عندهم في الأوضة وبيطلع إنه اتسحب في آخر لحظة، وبيقول دي كانت تجربة حماسية جدا. وجونس بيوبخوا على التهور اللي هو كان فيه، وبيقولوا هما الاتنين إن هايكي بقالها أسبوع بتتصرف بشكل غريب. وبعدها فعليا بيطيروا لمركز الأبحاث اللي في البحر، وبالليل بنشوف هايكي وهي بتدور على طريقة للخروج، وقعدت تعوم بسرعة وتضرب راسها في القضبان علشان تقدر تهرب. وتاني يوم فارينا بيجهزوا معداتهم وبيتقسموا لغواصتين، جونس وريجاس وصول في أول غواصة، وجيومينج ولانس وكيرتس في تاني غواصة، وماك وجيس وبراد هيفضلوا في غرفة التحكم علشان يراقبوا أجهزة الرادار. وبينما الغواصات بتنزل لقاع المحيط بيلاحظوا شوية حركة على كاميرات المراقبة، وبتكون دي مينينج اللي اتسللت الغواصة من غير ما حد يشوفها، وكانوا هيلغوا المهمة بسببها وكانوا راجعين، بس الرادار فجأة بيلقط سمكة ميجلادون في مكان قريب، والكمبيوتر بيطلع لهم جهاز التتبع بتاع هايكي في المية وإنها قريبة منهم، يعني بيطلع إن هايكي هي اللي الرادار لقطها، بس بيبان إن هايكي عندها نوايا عدوانية. فالغواصتين بيخشوا الخط الحراري اللي بيوصل للخندق، وبينما هم بينزلوا لعمق أكبر في المية كلهم بيتصدموا لما بيشوفوا سمكة ميجلادون تانية فوقيهم وكانت أكبر بكتير من هايكي. وجيومينج بيقول لهم نمشي ورا القرش ده علشان نعمل عليه الأبحاث، وكله ما كانش موافق على الفكرة دي لأنهم نازلين لمنطقة مجهولة محدش دخلها قبل كده. بس جيومينج مش بيهمه وبيخشوا المنطقة دي وبيلاقوا مكان جميل ومليان نباتات، وبيبصوا فوق بيلاقوا سمكة ميجلادون تالتة، وبيشوفوا إن هايكي وسمكتين الميجلادون بيقربوا من بعض وبيدركوا إنهم بيتكاثروا، وده بيفسر سلوك هايكي الغريب الفترة الأخيرة. وبعدها أجهزة المسح بتكتشف محطة بحرية متدمرة تحت المية، وبيلاقوا غواصة موجودة كمان، وفي الغواصة دي كان في شخص اسمه منتس، وده كان بيعمل عملية تعدين غير قانونية، والعمال بتوعه بيزرعوا شوية
متفجرات علشان يحصلوا على شوية معادن، بس لما مينتس اكتشف إن في غواصتين بيقربوا منه بيشغل المتفجرات في ساعتها ورجالته بيموتوا وبيهرب بعدها مينتس، والغواصتين بتوع فارينا بيفقدوا التوازن بسبب الانفجار وبيحاولوا يهربوا بس مش عارفين، وفي صخور بتقع عليهم وبتسبب ضرر للغواصتين وبيفقدوا الاتصال بغرفة التحكم. وفي غرفة التحكم ماك بيؤمر جيس إنها تحضر سفينة الإنقاذ، بس جيس بتكتشف إن السفينة متدمرة وده معناه إن في خاين في الفريق. وبعدها سال قدر يصلح الأعطال وجونس قدر يكلم ماك، وماك بيقول له إنه مش هيقدر يبعت حد علشان ينقذهم، فجونس بيقرر إنهم هيلبسوا البدل الخارقة وهيروحوا للمحطة اللي شافوها في المايه من شوية، بس لازم ينجزوا ويتحركوا بسرعة علشان البدل فيها أكسجين بس لمدة ساعتين، وكلها بتلبس البدل وبيسيبوا الغواصة وبيمشوا على رجليهم. وجونس بيلاحظ إن في حد قريب منهم بس بيطلع إن جيومينج والبقية اللي نفذوا نفس الفكرة ونزلوا المية، والمنطقة اللي هم فيها كانت جميلة بفضل النباتات والشعب المرجانية. ولما لانس كان بيتفرج عليهم في حبار بينط عليه وبيلزق في الخوذة، فالفريق بيتدخل وبيخوفوا الحبار وبيمشوه بعيد وبيكملوا مشي وهم شايفين كائنات صغيرة بتعوم تحتيهم وبيلاحظوا شوية حركة في الضلمة، ولما بيلفوا كان لانس اختفى وما تبقاش منه غير الخوذة بتاعته، وهيكون من الصعب على الفريق إنهم يقعدوا يدوروا عليه فبيضطروا يكملوا طريقهم. وماك بيطلب من جيس وبراد إنهم يراجعوا ويشوفوا تسجيل الكاميرات ويدوروا في ملفات الموظفين علشان يعرفوا مين هو الجاسوس اللي في وسطهم. وعلى الناحية التانية مينتس في الغواصة بيتواصل مع هايلري شريكة جيومينج في المعهد الصيني واللي بتطلع إنها الجاسوسة اللي في فريق جونس، وهيلري بتؤمر مينتس إنه يقتل جونس وفريقه بالكامل. وبنرجع لفريقنا اللي بيستخدموا أشعة الضوء الأحمر في البدل بتاعتهم علشان يوفروا شوية طاقة، ولكن سات كانت متوترة جدا وخايفة وده بيخليها تفقد شوية أكسجين. وعلى الرادار بتظهر شوية أسماك مش معروفة وبيعدي من جنبهم أسماك أول مرة يشوفوها، والرادار بيشتغل تاني وبيطلع لهم مجموعة من أسماك النحاشين وبيهاجموا فريقنا، والفريق بيحاول يحاربهم وخوذة كيرتس بتتضرر، والجيومينج بيشوف إن ميمينج في خطر فبيولع شعلة وأسماك النحاش بتختفي، ولكن لسوء الحظ بسبب الشعلة اللي ولعها جيومينج بيظهر اتنين من الميجلادون، والجيومينج بيقول لهم إنه هيحاول يجذب انتباه الميجلادون علشان انتوا تهربوا، بس جونس بيرفض الفكرة وبيخاف على حياة صاحبه وبيمسك الشعلة وبيرميها بعيد، وواحد من الميجلادون بيروح ورا الشعلة وبيخبط في جسر وبيسبب انهيارات وكتير من الخطام بيقع عليهم، وميمينج كان هيقع عليها خطام بس هي هربت في الوقت المناسب، وسال ما كانتش عارفة تتنفس وبتتحرك ببطء وخلاص كان الأكسجين بيخلص منها وبتضحي بنفسها وبتنقذ جومينج قبل ما القرش كان هياكله، وكيرتس بيمسك جومينج وبيهربوا من القرش اللي جاي عليهم، والفريق بيخشوا للمحطة المتدمرة والقرش بيحاول يكسر الباب بس هم عرفوا يتصرفوا وقفلوه، وللأسف الضرر اللي حصل كسر الخوذة بتاعت كيرتس وبيموت، وكلهم طبعا بيحزنوا عليه. وبعدها بيخلعوا البدل بتاعتهم وبيتفقدوا المكان، وبعد ما بيتأكدوا إن مفيش حد موجود بيروحوا لغرفة التحكم، وميميج كانت بتحاول تتواصل مع ماك، بينما الفريق بيلاقي المعادن اللي تم استخراجها من المحيط واللي قيمتها عالية جدا وبتستخدم لمركبات الفضاء. وبعدها ميميج قدرت تتواصل مع جيس وبتقول لهم جيس إن الجنب التاني من المحطة فيهم كبسولتين طوارئ ويقدروا يستخدموهم ويهربوا، والفريق فعلا بيتحركوا على هناك. وهم في الطريق جيوميج بيتصدم لما بيكتشف إن العمال اللي كانوا موجودين استخدموا البدل الخارقة اللي هو صنعها، وبيفهم كده إن في حد سرق منه اختراعه، وبيكملوا طريقهم وبيعدوا من باب كهربائي وبيلاقوا كبسولتين الطوارئ، ولما كانوا بيحاولوا يشغلوهم فجأة الباب اللي وراهم بيتقفل والشاشة اللي قدامهم بتشتغل وجيس بتتكلم وبتقول لهم إنها مسيطرة على المحطة وهي اللي قفلت الباب عليهم، وعلشان تثبت لهم إنها بتتكلم جد ومش بتكذب بتطلق أول كبسولة في المية، بينما هيلاري كانت بتتفرج من عندها على اللي بيحصل، وجيس بتقول لريجس أنا هسيبك تهربي بس في حالة إنك تقتلي جونز، وفعلا ريجس بترفع عليه السلاح وجونز بيقول لها اعملي كده وانقذي الباقي، بس ريجس مش بتقدر تقتله فجيس بتطلق الكبسولة التانية كمان، وبكده الكبسولتين اللي كانوا هينقذوا الفريق خلاص ما بقوش موجودين، وهيلاري بتخش في الإرسال وبتقول لهم على خطتها، وهي بعتت رجالة علشان تتعامل مع العمال في مركز الأبحاث، وأمرت جيس إنها تتولى التحكم، وكمان شوية كلكم هتموتوا وأنا اللي هستولى على الشركة لوحدي وهكمل تنقيب وهطلع المعادن، وجيس بتفتح فتحة في السقف في الأوضة اللي فيها جونز والفريق بتتملي بالمية، وحلهم الوحيد للبقاء على قيد الحياة إنهم يفتحوا الباب، وعلشان يعملوا كده لازم يتولوا التحكم بدل جيس، وجونز بيتطوع إنه يطلع للمحيط ويستحمل ضغط المية وقلة الأكسجين علشان يوصل لأوضة معادلة الضغط ويقطع الاتصال بجيس،
وأول ما خرج بدأ ينزف لأن ضغط المية كان شديد جدا، وكمان في السكة بيشوف قدامه قرش، بس جونس بيضرب نار وبيتخلص من القرش، وكان لسه هيشتغل على قطع الإرسال ولكنه بيغمى عليه بسبب قلة الأكسجين. ولما جونس بيفوق بيكتشف إن مينتس هو اللي أنقذه، وده لأن مينتس كان عاوز يقتله بنفسه وينتقم منه، وده لأن من سنين عديدة جونس ودى مينتس السجن. وبينما الفريق بيغرق في المية مينتس وجونس بيمسكوا في بعض وبيضربوا بعض بأي حاجة بيلاقوها، وبيقعوا هما الاتنين على آلة، وجونس بيضرب مينتس بعصاية وبيرميها بعدها في الآلة علشان يعطلها. وحاول مينتس يهجم على جونس بس جونس وقعه في المية، وبيروح جونس لغرفة التحكم وبدأ يشتغل على قطع الإرسال، ومنتس بيرجع له تاني وبيهاجمه، بس جونس بيضربه بالمجرفة وبيفقده الوعي. وأخيرا بيقدر جونس يفتح الباب وبينقذ أصدقائه. ودلوقتي فريقنا يقدروا يستخدموا غواصة منتس للهروب، بس بيكتشفوا إن الغواصة مش محصنة خالص من هجوم القروش، ولازم كده يشتتوا قروش المجلدون بأي طريقة. فالجومنج بيقول إنه هيرجع ينور المحطة المدمرة، وبيرجع بسرعة لأوضة التحكم وبيشغل كل الأنوار، فقروش الميجلادون بتبدأ تهاجم المحطة والمبنى كله بيتهز. وريجس كانت خايفة إن المبنى ينهار عليهم، وجيومنج بيرجع بسرعة للغواصة وبيتحركوا في الوقت المناسب. ولما كانوا في الطريق لسطح المية جونس بيعرف إن القنابل اللي انفجرت بتوع العمال بتوع منتس عملت فجوة كبيرة في الخط الحراري، والخط الحراري هو الفاصل ما بين قروش الميجلادون والمحيط بتاع البشر. وجونس ما كانش قلقان علشان الخط الحراري هيتقفل لوحده بسرعة، بس ما كانوش يعرفوا إن في حيوانات كتير عدت. ومنتس كان قدر يهرب بعد ما لبس بدلة خارقة ومسك في عوامة. وفي غرفة التحكم ماك وبراد شافوا تسجيل الكاميرات وعرفوا إن جيس هي الجاسوسة. وفي نفس الوقت في مرتزقة مع هيلاري بيوصلوا، وجيس بتقول لهم يقتلوا أي حد يقف في سكتهم. وماك وبراد سمعوا صوت المرتزقة من بره، فبيتفقوا على خطة وبيفتحوا الباب بسرعة، وماك بيرش على عينيهم وبراد بيهاجم جيس، وبعدها ماك وبراد بيطلعوا يجروا. وفي نفس الوقت جونس وفريقه بيوصلوا وبيلاحظوا إن في حاجة غلط في المكان، فبيتحركوا بعناية لأوضة التحكم علشان يساعدوا أصحابهم. وماك وبراد بيقابلوا جنود مرتزقة تانيين في سكتهم وبيقدروا يضربوهم وينطوا في المية، وبيرجعوا تاني لمركز الأبحاث بس المرة دي بيتقبض عليهم. والمرتزقة وهم واخدينهم بيشوفوا جيومينج بالصدفة في الطريق، وجيومينج بيتكلم بالصيني علشان يلهيهم، والخدعة دي بتنجح وجونس بيخش وبيدور فيهم الضرب وبسرعة بيخلص عليهم. وبعدها منتس بيخش مركز الأبحاث وبيقابل جيس اللي بتطلع إنها مراته. وبعدها بيظهر 3 أسماك ميجلادون قريب من مركز الأبحاث، وجيس بتتصل بهيلاري علشان تسألها هيعملوا إيه. وجيس كانت مفكرة إنها في أمان عندها، بس ميجلادون بيظهر وبيكسر الإزاز وبلع جيس، ومنتس بيهرب قبل ما كان هيغرق في المية وبيقفل الباب وراه. وبنرجع للفريق اللي بيركبوا مركبة إنقاذ وبيهربوا، والمرتزقة بيركبوا مركبة تانية وبيطاردوهم. ولما بيشوفوا القرش جنبهم بيبطئوا سرعتهم وبيجهزوا الأسلحة علشان يقتلوه. وقبل ما كانوا هيضربوا رصاصة واحدة ميجلادون بيبلعهم كلهم مرة واحدة، وده بيسمح لفريق جونس بالهروب. ومنتس بيتصل بهيلاري علشان ياخد منها اتفاق جديد، وهي بتوعده بمبلغ كبير لو قدر يقتل جونس. وجونس بيطلع شوية معدات وبيصنع قنبلة بدائية قبل ما المركب بتاعتهم توصل للشاطئ. وكانوا داخلين على جزيرة مليانة سياح وحفلات، والدلافين كانت بتعوم بعيد بسرعة كبيرة، وقعدوا ينطوا بالمنظر ده علشان كانوا عارفين ايه اللي جاي عليهم. وعلى سفينة قريبة كان فيها راجل بيتقدم لوحده، بس الخاتم بيقع منه بالغلط، وبعد ما جابه من الأرض ملقاش خطيبته. وفجأة السفينة قعدت تتهز والناس بتقع في المية وفي حيوان غريب بيمسكهم. وهيلاري وبنتس وصلوا للجزيرة بالهليكوبتر، بس لما دخلوا غابة أسماك النحاش بتهاجمهم، والمرتزقة فتحوا عليهم النار بس بدون جدوى. وهيلاري مستنياهم في الطيارة وبدأت تحس بالخوف، فبتنادي على منتس، وده بيخليها عرضة للهجوم من سمكة النحاش اللي بتطلع الطيارة وبتجيبها من قفاها. بينما على الشاطئ فريقنا بيحذروا الناس من أسماك القرش اللي جاية، وكله بيطلع يجري من الخوف. وساعتها بيوصل رعب البحار ميجلادون عند الشاطئ وبيبدأ ياكل أي حد بيلاقيه. وجونس بيخلي مينينج تستخبى وبيدور هو وماك وجيومينج على جيت سكي وعلى أي مواد تانية يعملوا منها قنبلة. وبراد وريجس بيخشوا كوخ علشان يستخدموا التليفون، بس الخط الأرضي ما كانش شغال، وبياخدوا بالهم إن سمك النحاش عمالين بيخلصوا على المرتزقة، فقالوا يستخبوا ويراقبوهم من المراية دي. وبنرجع لجونس اللي اكتشف إن مفيش غير جيت سكي واحد، فخد الرماح من صحابه ومشي علشان يواجه القروش لوحده، وما كانش يعرف إن منتس بيراقبه من بعيد. وجيومينج وماك دخلوا إحدى المخازن ولقوا مواد خام لصناعة القنابل، ولكن لسوء الحظ بيخشوا عليهم المرتزقة بعد ما يهربوا من أسماك النحاش. وجونس بيجري بالجيت سكي بأقصى سرعة وبيبعد عن الشاطئ،
والتلات قروش جايين وراه زي ما هو عايز، وبينط مرة واحدة لأن واحد منهم كان هياكله وبيقع في المية، ولما رجع تاني حاول يدور الجيت سكي ولكنه ما بيدورش، وفي ميجلادون كان هياكله بس جونس هرب بسرعة بعد ما شغل الجيت سكي. وعلى الناحية التانية براد وريجس كانوا مستنيين أسماك النحاش يمشوا، بس النحاش بيرجعوا لهم تاني، فأصحابنا بيطلعوا يجروا وبيخشوا المخزن علشان يتقبض عليهم هما كمان زي اخواتهم. والجيومنج فضل يشتت المرتزقة وقعد يتكلم معاهم، وبيزق براد على زرار بيفتح باب المخزن، فبيخشوا أسماك النحاش وبيهاجموا المرتزقة، وفريقنا بيستغل الموقف وبيطلعوا يجروا بمواد المتفجرات، والمرتزقة برصاصة طايشة فجروا المخزن اللي كانوا فيه. وبعدها براد بيستخدم التليفون اللي سرقه علشان يطلب المساعدة، بينما ماك وجيومينج رايحين يدوروا على طيارة هيلاري، ولما لقوا الطيارة كان سمكة النحاش موجودة، فجيومينج بيشتتها عقبال ما ماك يركب الطيارة، وسمكة النحاش كانت قوية وجيومينج بيعافر معاها، بس قدر في الآخر يخلص عليها وغرز المجرفة في راسها. بس دلوقتي في أسماك نحاش كتيرة بتيجي بعد ما سمعوا صوت النحاش بيموت، وجيومينج بسرعة بيجيب مسدس البنزين وبيحطه في الطيارة، وبعدها بينط جواها بسرعة وماك بيطير بيها، ولكن للأسف جيومينج بيقع من الطيارة وبقى محاصر، وبيقعد يرش عليهم البنزين علشان يبعدوا، وساعتها ماك بيضرب نار من عنده وبيحصل انفجار كبير بسبب كمية البنزين اللي في الأرض. وفي نفس الوقت كان قدر جيومينج ينطر الطيارة. وفي البحر جونس بيواجه قروش الميجلادون وبيرمي عليهم أول رمح متفجر، ولكن مش بيعمل حاجة، بس بيركب على موج وبيرمي الرمح التاني وبيقتل القرش، ولما كان على مشك يرمي آخر رمح الرمح بيقع من إيده لما منتس ضرب عليه نار. ودلوقتي جونس لازم يسوق بسرعة علشان يهرب من منتس وميجلادون. وعلى الشاطئ الاخطبوط الكبير عمال بيخطف الناس للمية، ومينينج بتشوف اللي حصل وبتقرر إنها تقدم المساعدة، وبتنزل المية علشان تنقذ الناس، وبيشوفها جيومينج اللي كان بيصنع قنبلة على الطيارة، بس بيسيب الأدوات دلوقتي وبيمين إيده علشان ينقذ مينينج، ولكن الاخطبوط بيتمكن من الطيارة، فجيومينج بينط معاه القنبلة والطيارة بتقع في المية. وبعدها ميجلادون بيخبط الجيت سكي بتاع جونس وهو بينط على الجسر قبل ما كان هيموت، والقرش بيكسر الجسر علشان يوصل لجونس، ولكن لحسن الحظ بيتعلق في السلاسل بالغلط، فجونس بينزل يستخبى تحت الكوبري، بينما جيومينج بيحاول ينقذ مينينج من دراع الاخطبوط، ومنتس بيضرب نار بشكل عشوائي على الجسر علشان يقتل جونس، وجونس بيمسك حتة خشب وبيطعنها في رجل منتس، فمنتس رجليه بتنزل دم وده بيجذب انتباه الميجلادون، ولما ميجلادون قرب أكتر جونس ادى منتس بالرجل وميجلادون كله، والاخطبوط لسه عمال بيكسر الدنيا ومحدش قادر عليه، ومسك جيومينج، وجيومينج بيلزق القنبلة اللي معاه في بطن الاخطبوط، ولكن للأسف القنبلة دي مش بتأثر في الاخطبوط، والاخطبوط بيمسك القرش هايكي كمان، ولما هايكي بتشوف إن جيومينج في خطر بتعدي دراعات الاخطبوط علشان تحرره، وبعدها بتاكل الاخطبوط وبتخلص عليه، وبعد ما جيومينج بقى حر بيعوم للطيارة علشان ينقذ ماك، وميجلادون التاني بيقرب منه، بس جونس بيمسك واحد من دراعات الطيارة وبيخبطها في المية علشان يطلع أصوات ويجذب انتباه القرش، ولما القرش قرب منه وفتح بقه علشان ياكله جونس طعنه بدراع الطيارة في بقه، وأخيرا قدر يقتله، والسياح بيرجعوا للشاطئ ومينينج أنقذت كلب، وفي سمكة نحاش بتظهر، بس براد عمل له لقطة في الفيلم وقتل السمكة، وجونس وماك وجيومينج كانوا راجعين للشاطئ، ولكن هايكي كانت جاية وراهم، فبينزل جيومينج المية وبيستخدم الجهاز بتاعه اللي بيطلع أصوات، فهايكي بتبعد عنه لما بتعرف إنه جيومينج، وبيرجعوا كلهم للشاطئ بسلام، وغفر السواحل بيوصلوا أخيرا بس بعد الهنا بسنة، وبيقعدوا كلهم على الشاطئ وبيتساءلوا إذا كانت هايكي حامل. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهاردة، أتمنى يعجبكم، ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.